اكو اثنين اصدقاء طلعوا بسفرة. تدري الشباب احيانا بالعطل المدرسية فد مجموعة شباب يقول له خلي نسافر. وصلوا للمكان اللي هم بيه، حجزوا غرفة في فندق، غرفة ذات سريرين بلي داخل الفندق. غيروا جاءوا نفسوا عن نفسهم، رفهوا عن نفسهم العفو. فد يوم من الأيام واحد من الأصدقاء قعدوا الصبح باوع أكو مبلغ من المال يخصه ما موجود. سأل صديقه قال له أقول لك أكو مبلغ من المال ضايع، ما هو؟ قال له إيه أني أخذته، بل احتاجت شيء وأخذته وأرد لك إياه، بس نرجع أرد لك إياه. قال له ولا يهمك. هذا طلعوا راحوا رجعوا للفندق، فإجا عامل التنظيف مال الفندق قال آسف لقيت مبلغ في غرفتكم وأنا دا أنظف لقيت مبلغ من المال وهذا المبلغ. هذا التفت قال له أنت مو قلت لي أنا أخذته؟ قال له شوف أنا فكرت بذكاء، إذا قلت لك ما أدري الشيطان راح يطب بيني وبينك وراح يدخل براسك أفكار مو حلوة عني وقد أخسرك. فقلت خلي أقول له أني أخذتها زين وبعدين من نرجع نعطيك إياها. أن أخسر لي مبلغ صغير أفضل مما أخسرك كصديق.